اهلا بيكم في كوفي توك جديد وما عملناش سوا بقالنا كتير قوي. فحضري قهوتك او مشروب اللي انت تشربيه اي حاجه. ويلا بينا نبتدي مع بعض نتكلم مع بعض في موضوع مهم قوي هيطور من ذاتنا ومن حياتنا الفتره الجايه. ليه كلنا بنبقى شايفين الناس اللي حوالينا كلهم ناجحين واحنا اللي محلك سر واحنا بس اللي واقفين لحد حد معين؟ السؤال ده بيتراود كتير جدا في دماغي وفي دماغ كل البنات اللي في سني. وطبعا احنا شايفين انه في ناس كتير انجح مننا مع انهم في سننا، بس احنا برضو شايفينهم انجح مننا لاسباب كتير قوي. هي ناجحه عشان معاها عربيه، هي ناجحه عشان عندها فلوس. بعمل رياضه دلوقتي اصلي مش فاضيه. لا انا هشرب قهوه. يبقى الحاجه اللي عمرهم ما بيعملوها اللي هم مين؟ اللي هم الناجحين، اللي هم عمرهم ما بيدخلوا حاجتين في بعض. انا بشرب قهوه وبتكلم في الموبايل وبشتغل وكمان بمسك السوشيال ميديا، او انا بعمل رياضه وماسكه الموبايل بتفرج وبتشات عليها مع اي حد. محدش ابدا فيهم بيعمل حاجتين مهمين مع بعض. ليه؟ لان لازم كل حاجه فيهم تاخد وقتها وتاخد التركيز بتاعها. معنى كده ايه؟ معنى كده ان الناجحين دول اولا مش بيعملوا حاجتين مهمين مع بعض وكل حاجه عندهم ليها وقت. وتاني حاجه، مش كل الناجحين معاهم فلوس، او مش معنى ان انت ناجح فيبقى انت معاك فلوس ومعاك شغل ومعاك عربية وقاعد في مكان حلو ومعاك اقامة في دبي كمان. الموضوع مش كده خالص، بالعكس الموضوع ليه ابعاد تانية كتير. قلتلكم انه النجاح مش بس الحاجات اللي انتوا شايفينها ملموسة قدامهم او ملموسة قدامكم، ان هم معاهم عربية ومعاهم شقة ومعاهم فيلا قاعدين في مكان انتوا مش عارفين حتى توصلوا له. ده مش معنى ان هم كده ناجحين. النجاح ليه معايير تانية كتير. انت ممكن تشوفي واحدة معاها كل الحاجات دي وشهر شهرين كده وما تشوفيهاش تاني ابدا ابدا على السوشيال ميديا، وبعدين ممكن تسمعي عنها خبر انها اتسجنت، انها انتحرت، انها اتطلقت، انها حصل لها اي مشكله كبيره. وقتها هتقولي ايه ده؟ دي مش ناجحه، دي انسانه مش ناجحه خالص في حياتها. لان الناجحين ما بيحصل لهمش كده. اقدر اقولك انه انتي نظرتك غلط، والموضوع ابدا مش بتقاس بالحاجات اللي بتبقى موجوده عند الانسان. انت عندك ايه وعندك كام ومحوش كام وسالف كام ومحقق ايه كمان قدام الناس. النجاح بيبقى معاكم، انه النجاح ده بيظهر للناس كلها ولكن مش بيظهر بالشكل اللي انتوا شايفينه بالعربيه والفلوس والشقق والحاجات دي. انتوا متعرفوش حياه الشخص ده ايه، خاصه بقى لما تيجوا تتمنوا الحاجه دي وانتوا مش عارفين اصلا هم وصلوا للحاجه دي ازاي، من انهي ناحيه. قدروا يوصلوا لها من ناحيه الحلال والشغل والتعب، ولا قدروا يوصلوا لها ان هم طلعوا على سلم حد تاني مش سلمهم وتعب حد تاني مش تعبهم. فكل واحد المفروض ان هو يبص لنفسه. انا سمعت قصه عجبتني قوي وكلمتكم عنها قبل كده، اللي هي قصه المدير اللي مسك الموظفين بتوعه حكى لهم وقال لهم ان هو في واحد بيكرهوه جدا مات النهارده، هو نفسه يعني ان هو يودعوه قبل ما يروح يدفن، هو موجود في الغرفه دي. فكل موظف دخل بس طلب ان كل واحد يخش لوحده، فكل واحد يخش يبص يفتح الاوضه. اول ما يفتح الاوضه يلاقي فيه مرايه طويله بطوله واقف باصص لنفسه بس، والاوضه كلها فاضيه. فكلهم ادركوا ان هو قصده ان كل واحد فيهم عدو نفسه. ايوه احنا عدو نفسنا. لما تلاقي نفسك عندك مشروع خرافي وخيالي وبجد انت لو عملتيه ونفذتيه ودرستي علشان بس تقوميه على رجليه وتنجحي المشروع ده وما بداتيش فيه لحد دلوقتي، اعرفي ان انت ناس واحده عدوة نفسك عشان انت ما بداتيش لحد دلوقتي. ولو جيتي بصيتي على حد تاني ايه بدا نفس المشروع هتقولي ده سرق مني الفكره، سرقها فين وهو اصلا انت ما اعلنتيش حتى عنها. او تقولي خلاص بقى ما هو عملها، انا يعني لما اعملها ايه اللي هضيفه جديد او ايه اللي انا هعمله جديد؟ برضو دي فكرة او نظرة مش سوية ومش صح. المفروض الواحد كل واحد فينا يشوف الحاجة اللي هو عايز يعملها واللي هو فعلا شايف نفسه انه يقدر ينجحها ويبدأ فيها. طب افرضي فشلت، ما هو ده فرضا وده فرضا، هو في 50% نجح وفي 50% فشل. بس انا ليه اشتغل ان انا افشل؟ يعني ليه انا ابقى شغاله على خطوات الفشل ما اشتغلش على خطوات النجاح؟ يعني انت واحده عايزه تبني براند مثلا او تبني مشروع، لان مشروع غير براند. البراند انت تبقى عاملاه من الف للياء بايدك وبصنعك انت والفريق او التيم اللي معاكي. لكن مثلا مشروع اللي هو انت واحده راحه مثلا تشتري اكسسوارز تبيعيها تزودي عليها نسبه ربح فتبقى تجاره، تمام؟ لا، شوفي ايه اللي انت عاوزاه واللي انت شايفه نفسك شاطره فيه. انا واحده من الناس جربت حاجات كتيره جدا جدا في سن صغير، تقريبا من اولى اعدادي او تانية اعدادي. كنت بجرب ان اشتغل في شركات زي شركات ماي واي واوريفلام وايفون واجيب منتجات وابيعها والكلام ده واعلن واشوف. وبعدين بدات ان انا اجيب ميك اب وابيعه وبدات ان انا اجيب ملابس واتخمت فيها. عملت حاجات كتيره جدا.
وكلها يعني مش كلها فشلت فيها، وفي حاجات فشلت فيها وفي حاجات لا ما فشلتش فيها، وفي حاجات ما حبيتهاش وحسيتش نفسي فيها. فهو الحلو في البدايه ان انت تجربي حاجات كتير قوي وتاخدي تجارب كتير وما تخافيش. عشان انا وصلت لمرحله الخوف دي وقلت لا انا عمري ما هعرف انجح في اي حاجه تاني لها علاقه بالتجاره او بالمشاريع او كده. وحاليا ببدأ البراند بتاعي اللي انا عمري في حياتي ما فكرت ان اعمل حاجة زي كده، بس ربنا حطني في الطريق ده وقال لي يلا نبدأ ونعمل ونسوي مع بعض، والحمد لله يعني بدأته وان شاء الله متفائلة جدا خير بيه. نبدأ فصل تاني بقى. يعني غيرت، حطيت نضارة بس عشان اغير لكم شكل اللوك شوية ومتبقوش زهقانين وانتوا قاعدين معايا في الفيديو. وده اللي انا كنت عايزه اتكلم فيه معاكم، وعايزه اقول لكم ان انتوا ما تحكموش على اي حد ان هو ناجح او فاشل من الحاجات اللي انتوا بتشوفوها على السوشيال ميديا. الناجح بيبقى ناجح على ارض الواقع اللي هو احنا مش بنبقى اصلا شايفين، او لو انتوا بصيتوا بس على الناس اللي حواليكم او الناس اللي انتوا بتشوفوها هتلاقوا ان انتوا تقريبا من 80 ل 90% انتوا عايشين حياه افتراضيه. يعني ايه عايشين حياه افتراضيه؟ يعني احنا ماسكين الموبايل بنعمل سكلار لكل البلوجرز وكل السوشيال ميديا وشايفين نجاحاتهم على السوشيال ميديا، لكن مش لامسين نجاحهم على ارض الواقع. مفيش حد فينا مثلا جرب انه يروح ندوه يسمع فيها عن حاجه لها علاقه بالقراءه، لها علاقه بموضوع مهم يفهم، او موضوع علمي يفهم عنه. هتلاقوا في مثلا منكم ما بيزورش معرض الكتاب اللي هو قرب يبتدي، وان شاء الله هكون موجوده هناك لو حد عايز يروح ونروح سوا ونبقى جروب حلو كده ونشوف بعض ونحضر مع بعض توقيع كتب. انا كان نفسي جدا 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 ان انا اكون موجوده في معرض الكتاب السنه دي واكون بوقع الكتاب بتاعي، بس انا لسه ما كملتوش صراحه. ان شاء الله اكمله ويبقى يطلع ان شاء الله السنه الجايه على خير. بس فده اللي انا عايزه يعني اكلمكم فيه، وده اللي انا عايزه اقول لكم الموضوع ده انه لازم ان احنا نشوف الموضوع ده بشكل، او نشوف النجاح الناس اللي حوالينا بشكل يكون واقعي ما يكونش افتراضي، وما نعيش على الحياه الافتراضيه اللي هي ليها علاقه بالسوشيال ميديا ونجاحات السوشيال ميديا اللي هو مش دايما، وان احنا دايما نقارن نفسنا بيهم ونقارن حياتنا بيهم. قصدي اتجوزت معايا ولسه ما خلفتش، اصل اتجوزت معايا وطلقت بعدها على طول، اصل ديت ما جابت عربيه وراحت بعت، اصل عملت مش عارف ايه، عملت فيلر وعملت بوتوكس وعملت وانا لسه ما عملتش. انتي مش مطالبة ابدا 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 انك تقارني نفسك باي حد موجود على الحياة الافتراضية دي، وحاولي تدوري على ارض الواقع حواليكي. الناس اللي موجودة على السوشيال ميديا بيكونوا فين؟ موجودين قدامك كده وجها لوجه، تتكلمي معاهم وتشوفي كلامهم قدام الناس. بيبقى في ندوات، بيبقى في حفلات، بيبقى في افتتاحات ممكن نروح نحضرها، بيبقى في حاجات كتير قوي وقتها تقدري تشوفي بقى. يعني انت ممكن تحضري الواحده انت بتحبيها جدا، او ما تشوفيها بتتعاملي مع الناس يا تحبيها اكتر وتحترميها اكتر، يا تبعدي عنها خالص وتحسي ان انت مش عايزه تعرفيها تاني ولا تتابعيها تاني، وبالنسبه لك الموضوع ده خلاص قفل. فبس يعني يا رب يكون فيديو النهارده عجبكم، تكونوا استفدتوا وقعدنا مع بعض كده كوفي توك بسيطه وقعده بنات حلوه كده لطيفه. وان شاء الله نكرر ده تاني لو عجبكم الفيديو ده. ان شاء الله ينزل على الفيسبوك والانستجرام لا الفيسبوك والتيك توك واليوتيوب، احب اشوفكم هناك دايما. حطوا لي لايك لكل السوشيال ميديا بتاعتي هتبقى تحت في الديسكربشن بوكس. وبس كده اشوفكم على خير، باي باي.